انا ما بشيلش اي مخزون على عهدتي. طيب يا جماعه، الاونلاين في الكورتر اللي فات كان ثالث اكبر بزنس يونت بتجيب فلوس وبيجرو. يعني انا عندي عارض مثلا 10% 20% من السوق اللي عندي، و80% التانيين موجودين في الفروع او في المخازن، الناس مش شايفاهم. مش هينفع نديك كل البضاعه تحت تصرفك التام، لانه في بضاعه، هل في كاستمرز بتبقى دافعه بري بيد وما بتستلمش؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من ايكوم فويس بودكاست. النهارده هنتكلم عن ازاي فاشن ريتيل قدر يتحرك ما بين الريتيل الاونلاين، ومعانا اي كوميرس مانجر هيشرح لنا ازاي قدر يوازن ما بين الاوبريشن في الريتيل والاونلاين وما بين الارقام الخاصه بالاونلاين. معانا احمد عبد الهادي، اي كوميرس مانجر في فيتسول. اهلا بيك يا محمود، ميرسي جدا على الاستضافه الجميله دي. خلينا نبدا بيك يا احمد، لو تدينا بريف وباك جراوند عن احمد وعلاقتك بالاي كوميرس بدات ازاي. اول احتكاك ليا بالاي كوميرس او بالاونلاين ويب سايتس عامه كان في 2004. اكتشفت اي باي وكانت حاله ذهول. طبعا 2004 دي كان عندي مثلا 12 سنه، فمره واحده اكتشفت ان في عالم بقى كبير وبرودكتس، في برودكتس ما كنتش اعرف ان الحاجات دي اصلا موجوده وان الناس بتشتريها والكلام من ده. طبعا الموضوع كان على قد ما كان فيه حدود شويه في ان انت تقدر تطلب حاجه من موقع زي اي باي زمان في 2004. ما كانش فيه طرق للدفع متاحه قوي زي دلوقتي. كان ساعتها ما فيش غير طريقه واحده لو فاكرينها اسمها باي بال، وطبعا انا طفل عندي 12 سنه معيش حتى كارت بوسطه زي ما بيقولوا. فبس الموضوع من كتر ما كان شايق ساعتها وجديد، اتحول من انه انا مش عميل داخل بنية الشراء، بس انا جاي اتفرج. فبقت هواية اسبوعية ان انا اخش اشوف ايه ده في برودكتس جديدة ومنتجات جديدة، منتجات الحاجات احنا ما كناش نعرف ان البشر اصلا بتحتاج الحاجات دي. ومع تكرار استكشاف الرحلة دي اكتر من مرة، لقيت انه لا، الموضوع لا يقتصر على معاملة او ترانزاكشن زي ما بيقولوا ان انا هخش هاخد حاجة واديك حاجة وسلام عليكم وعليكم السلام. لا، ده في ناس زي ما بيقولوا مجتمعات اونلاين او كوميونيتيز مهتمه بحاجات معينه، من ضمنها المنتجات دي اللي ليها علاقه بحاجات كتير. ممكن كان في ازياء، في الكترونيات صغيره اللي هي الموبايلات والسماعات والووكمنز والسي دي بلايرز والكلام ده كله. ف ومن ساعتها انا كنت يعني مذهول جدا بالموضوع، وحاجه جابت حاجه. يعني اي باي بعدها بكام سنه شفت حاجات تانية، شفنا امازون، شفنا جوجل سيرش انجن، وهكذا يعني. طب امتى الباشن ده تحول ان ده يبقى الكارير بتاعك؟ الباشن ده تحاول انه يبقى الكارير بتاعي في 2016. انا يعني فترتي في ازاديه كانت الحمد لله فتره كويسه جدا وتعلمت فيها حاجات كتير جدا. بس انا ابتديت احس ان انا كنوع شخص، ده ملوش اي علاقه بان ازاديه طريقه الشغل جواها كانت كده. ازاديه اورجانيزيشن كبيره طبعا. ممكن ندي الناس بريف، ممكن الناس ما تعرفش طبعا طبعا الازاديه. طبعا مين طبعا طبعا الازاديه؟ ازاديه هي فرانشايز مانجمنت اورجانيزيشن، او نقدر نقول عليها شركه في مجال اداره العلامات التجاريه، بالوكاله. سواء اداره العلامه التجاريه دي وكالتها محتاجه ان انت تفتح فروع في الاوفلاين ريتيل، او ان انت تبيع اونلاين. هو من الاخر بيخش معاك بارتنرشيب او شراكه، بيقول لك انت محتاج مني 1 2 3 4، وانا هقدر اوفي بالاتفاقيه ان انا ابيع لك الكميات دي وادخل لك العوائد دي في السنه وافتح لك عدد الفروع ده في السنه في الاماكن دي. وفي المقابل انت هتخولني قانونيا او هتصرح لي قانونيا ان انا اسوق باسم العلامات التجاريه بتاعتك. وهي دي الفكره، ان الناس عارفه زارا وعارفه بيرشكا وعارفه بولامبير وماسيمو دوتي واويشو، بس ممكن يبقى محتاج حد اكتر شغال في القطاع بتاع الفاشن ريتيل بتاع التجزئه، عشان يقول لك ان العلامات التجاريه دي تابعه لشركه مجموعه شركات ازاديه. ف انا ابتديت مع ازاديه في 2012 2013. هي طبعا شركه فاتحه من قبل كده، فاتحه من 2007 2008. في الوقت اللي انا كنت موجود فيه ازاديه كان حوالي معاها 13 براند من اكبر مجموعه انتاج وتصنيع الكويك فاشن او المودرن فاشن او الازياء الحديثه. اندي تاكس جروب طبعا مقرها في اسبانيا. هم اوفر في الاجمال اندي تاكس معاها حوالي 49 علامه تجاريه حوالين العالم. ازاديه معاها في الشرق الاوسط من دول ساعتها كان حوالي 13 او 14، قد يكونوا زادوا من ساعتها. وزي ما كنت بقول متواجده في اغلب دول الوطن العربي، متواجده في السعوديه، في دول الخليج بشكل عام، ومتواجده في شمال افريقيا في دول زي تونس والمغرب. بعد ازاديه كانت الرحله بتاعتك مشيت لفين؟ صراحه الفرصه جت من جوميا. الكلام ده كان في نص 2016. كان ليا واحد صديقي شغال هناك
انا كانت الانواع او اشكال الخبرات الفنيه اللي انا تعرضت لها في ازاديه كان متعدد شويه. فاشتغلت طبعا كان كله في سياق الفاشن او في سياق الازياء، ولكن الحاجات المهام اللي انا كنت بقوم بيها وظيفيا عرضتني الخبرات زي اداره المخزون، التسعير، البي اند ال او قوائم المكسب والخساره، ازاي تمانج البي اند ال، والابدا وما بعدها في حته انه احنا معانا برودكتس وبنبيعها، الجردات السنويه، توفيق بقى طبعا المخزونات المهدوره والتلفيات والمتبقي من مخزون السنه اللي فاتت والكلام ده كله. هايل جدا. انا كنت محتاج حاجه رتمها اسرع، او كنت شايف ان انا لو بقى عندي المساحه ان انا اتحرك برتم اسرع ممكن اكتشف ان انا عندي مهارات تانية او اعرف انمي مهارات تانية كانت عندي، بس انا ما كنتش شايف ان انا محتاجها. وحد صاحبي قال لي احنا بندور على حد، الرول كان بمنتهى البساطه كوميرشال بلانر، هم كانوا مسمينه كده ساعتها. هو الدور او المهام الوظيفيه كانت بتتمحور حوالين بلاننج اند بيرفورمانس مانجمنت. انت عندك زي ما بيقولوا قطاع بيدخل عوائد ماليه للشركه، خلينا نقول انه قطاع التجزئه في البيع اونلاين. انت محتاج حد يبقى بيشرف على الميزانيه بتاعت التارجتس بتاعت اللاين اوف بزنس ده او القطاع ده. احنا مثلا القطاع ده مطالب ان هو يعمل السنه دي 300 مليون جنيه مصري. بتسال ال 300 دول هيجوا ازاي، وهيجوا في انهي اوقات من السنه، وايه الموارد اللي انت محتاجها عشان نبقى متاكدين ان احنا هنجيب ال 300 دول. من بقى انا عايز عروض، فعايز الناس الاكاونت مانجرز اللي موجودين في التيم الكوميرشال يجيبوا لي الاوفرات الفلانيه، عايزهم يجيبوا لي الاوفرات دي من الماركات دي عشان تقارير الداتا والانسايتس بتاعت السوق. كنا بنستخدم يعني اللي كان بيجي قدامنا، مثلا احنا اللي كان متاح ساعتها في جوميا حاجات من جي اس كي، ريبورتس عن الماركت وبالتالي الدور ابتدى في السياق ده على نوع معين من البضاعه، الا وهي يعني كانوا بيسموها ساعتها السلع المتعدده، او هي اي حاجه مش فاشن. اوكي. طبعا هي انفايرمنت سريعه جدا والامور بتتطور فيها بسرعه، فبعد 3 شهور بقى معايا اللي مش فاشن والفاشن. التيم كان بيكسباند بسرعه، فانا مثلا لما رحت كان فوقي مديري وبعد كده السي سي او، فانا كنت N-2 بتاع السي سي او. طبعا الانفايرمنت اجن سريعه، جبنا 2 تحتينا في التيم، ميرشندايزر وبرايسنج اناليست. واحد شغلته الشغله ان هو يخلي الويب سايت شكله حلو، الكاستمر يخش يعرف يقضي وقت على الويب سايت من غير ما يحس انه زهق او انه مش لاقي اللي هو عايزه او مش عارف يوصل له. واحد تاني شغلته الشاغله ايه اللي بيتباع عندنا وايه اللي بيتباع عند المنافسين وبكام هنا وبكام هنا. اوكي. جزء من الدور كان ان انا باخد المعلومات اللي ده بيجيبها لي والمعلومات اللي ده بيجيبها لي، ونبتدي بقى نلعب لعبه الشطرنج. تمام، انا جامد في اسعار البرودكتس دي، بعد اذنك يا بتاع المرشندايزنج حط لي الديلز دي كلها على الهوم بيج. انا عايز الكاستمر يخش يشوف يلاقيني عندي احسن ديل في ده واحسن ديل في ده واحسن ديل في ده. طيب يا هشام بعد اذنك، انت بتقول ان احنا كل الاسعار دي احنا وحشين فيها، مثلا في براند ليتس سي غسالات ال جي. طيب بعد اذنك انا عايز اشوف ريبورت باي سيلز ويت بقى مثلا، او انا عايز اشوف بالمبيعات كده ايه الحاجات اللي بياعه عندنا وتستاهل ان انا اقول لا انا لازم اقلل السعر عشان انا مش عايز البيعه دي تروح مني. الموضوع ابتدى هنا وابتدى يتطور مع الوقت، ابتديت اتدخل في حاجات اكتر زي الشراء. هنشتري بضاعه طبعا بحاجه باختصار شديد، جوميا هو مول اونلاين بس بيشتغل بطريقه مزدوجه شويه، بنشتري بضاعه بفلوسنا وبنبيعها، وبنجيب ناس تجار بالظبط يعرضوا بضاعتهم عندنا وبنسوقها لهم مقابل عموله. هي دي فكره الكوميشن بيزد ماركت بليس. فطبعا بيبقى ليا سي في الاثنين ان احنا عايزين نشتري البضاعه دي بالكميات دي بالاسعار دي عشان احنا داخلين على الايفنت الفلاني والكامبين الفلاني. مع الوقت يعني الكلام ده قعد حوالي سنه وشهر او شهرين. بعد كده انا جات لي الاوبورتيونيتي بتاعت دبي، سافرت سبري. البيزنس موديل كان مختلف شويتين، وحتى الكتالوج او نوع البضاعه والمنتجات اللي كانت معروضه والموقع ده شغال فيها نقدر نقول النطاق بتاعه محدد اكتر شويه من جوميا. هم بيشتغلوا على حاجات الام والطفل من كل الزوايا بقى، ملابس، احتياجات ما قبل الولادة، احتياجات ما خلال الحمل وما بعد الحمل وما بعد الولادة. وطبعا طبيعة البيزنس او طبيعة السوق ده انه الرحلة دي بتمتد معاك. انت بتجيب الام الاول والام بتجيب البيبي معاها
وبعد كده انت بتبتدي تاكواير الطفل او تستحوذ على الطفل كعميل من خلال امه. بيكبر معاك بقى. شكرا. فهي دي الفكره. فهي طبعا الرحله بتبتدي فين؟ بتبتدي ان الطفل ده رضيع، فمامته بتشتري البامبرز وبتشتري بودره التلج وبتشتري كريمات السودوكريم وحاجات مضادات للالتهاب والكلام ده كله. فانت بتبتدي مع الام باللي بيقولوا عليه كده في البيزنس البريد ام باتر، اللي احنا في مصر بنقول عليه العيش والجبنه الاساسي. حلو. بمجرد ما انت بتستبلش او بتبني الاساس ده معاها، ان انت حاجتك اللي بتحتاجيها كل يوم وكل اسبوع عندي باحسن سعر وموجوده على طول وهجيبها لك في يومين. حلو جدا. ما بعد ذلك انت بقى بتقعد تستكشفه. ابنها ده عايز لعب، فانت بتبتدي تركز ان انت يبقى عندك لعب، وكل ماركت وعلى حسب الماركت بتاعه. فكان عندنا لعب كتير، يعني كان عندنا لعب اوت دور، مراجيح ونطاطات وسويمنج بولز اوت دور، وعندنا حاجات من اول الفيجرينز الصغيره، سوبرمان ومارفل ودي سي والحاجات دي، وبوب وفانكو بوب والكلام ده. هايل. دي كانت حوالي سنه وربع برضو بس ده في كان ماركت دبي. بليس برضو ولا كان ريتيلر عادي؟ الاثنين. بس للتوضيح، هم اطار العمل اللي كانوا بيستخدموه كان مرن جدا، وزي ما بيقولوا كده رشيق. انا مش انا ما بشيلش اي مخزون على عهدتي. المخزون اللي انا شاريه ده بتاعي، مش واخده على عهده، وده انا شايله في مخزن. وفي الاغلب كنا بنستثمر السيوله ان احنا نركز في الحاجات الاستراتيجيه. يعني مثلا احنا مضرم بيبي ويب سايت، لازم ابقى اتليست في اول 3 او اجمد 3 في السوق بيبيعوا بامبرز وبيبيعوا احتياجات البيبي والام والكلام ده. استثمر ان انا اشتري ستوكات كتير قبل الكامبين واخد كوست جامد. استثمر ان انا اخش في كو براندنج او مش كو براندنج، تقدر تقول عليها حمله تسويق مشترك. انتوا هتسوقوا لنا ان احنا ويب سايت الاكسبيرينس بتاعته وتجربه التسوق فيه وتجربه التوصيل فيه حلوه ولذيذه واسعارنا جامده ومتاحين نوصل في كل الحتت دي، واحنا زي ما بيقولوا هنستخدم اسم العلامه التجاريه بتاعتكم ان احنا نستقطب العميل بتاعك من حتت تانية كتير، سواء بقى من على السوشيال ميديا او من على ابلكيشنز او ديجيتال ادز. بس فده كان باختصار. وطبعا سكيل البيزنس كان اصغر شويه، لانه طبعا هو موقع متخصص في نوع بضاعه معينه. ده كان لحد اخر 2019. وبعد كده رجعت لجوميا تاني وقعدت فيها 5 سنين. انتهوا في 2024. يعني الموضوع بقى لما رجعت كان سكوب اكبر شويه، كنت انا طبعا كبرت اتطورت اتعلمت حاجات جديده، فابتديت بقى في فرصه ان انا اطبق الكلام ده. فعايزينك تلعب هنا شويه وعايزينك تلعب هنا شويه وعايزينك تعمل دي ودي، ماشي مفيش مشكله and so on. حلو جدا. واخر مرحله كانت فيتسول. يس. طيب بما انت جاي من اكسبيرينس بيور بلاير زي جوميا ودخلت على فيتسول، الاونر شيب هناك شكلها عامل ازاي للاي كوميرس؟ هل كان اداره لوحده؟ هل ليك بادجت لوحدك؟ هل كنت بتريبورت الاداره من الادارات التقليديه الموجوده اذا كانت ماركتنج كوميرشال؟ لو تدينا كده شكل السيت اب في الاونر شيب. صراحه الاونر شيب في السمول اند ميديوم بزنسز، او انا اسف الشركات متوسطه الحجم او صغيره الحجم، حته الاونر شيب بتبقى احلى شويه، لانه بطبيعه الحال زي ما بيقولوا انت كده بتشيل شيلتك. فانت الاي كوم معاك ميزانيه التسويق بتاعتك اللي هتصرفها هتتسال فيها، عندك التارجت بتاعك انت محتاج تحقق العائد الفلاني ليتس سي 60 مليون جنيه في السنه، وبناء عليه احنا اديناك 5 مليون جنيه تسوق بيهم طول السنه. انت بقى بتتفق. فمثلا في اداره للتسويق، اداره التسويق بتسوق للاوفلاين في الشركه وبتسوق للاونلاين بانشطه تسويقيه معينه، زي مثلا الانفلونسرز او الشخصيات المؤثره او الكي اوبينيون ليدرز. مش انا اللي كاي كوم بتفق معاهم، بس انا بروح اقول للماركتنج او قسم التسويق انا محتاج حد يظهرني يبينني للناس الشباب اللي بتلعب باسكت بشكل هاوي في المدارس او الجامعات. طب البادجت دي انت بتتفق وتنسق مع الماركتنج، بس مين لا اللي انا بيتقال لي يتحمل؟ بادجت. هي الفكره بقى في ايه؟ انه بيبقى فيه دي بتبقى زي الشلال، في حد فوق بيصب بالجردل وبيقول لك انت ليك 400 قرش وانت ليك 500 قرش وانت ليك 600 قرش. كده كده كلنا عارفين انه الميزانيه لما بتتحط تحت مستوى معين من السلطه الاداريه
انت ممكن تتكلم وتقول رايك وتعرض حلول، بس انت مش هتغير الواقع. يعني خلاص احنا البيزنس محتاج يعمل المليار جنيه مصري دول السنه دي، مفيش نقاش في ان احنا هنعمل مليار وازيد او مليار واقل. بس الكلام مفتوح في ايه؟ طيب انت بتقول لو عايزين نعمل المليار دول لازم يتعملوا بالطريقه دي، ودي البراهين والانسايتس اللي معايا انه لا، احنا المفروض نعتمد على نحسن تجربه التسوق اكتر، لانه الموضوع مش قصه ان احنا يلا اصرف فلوس اكتر، بتبقى على حسب الموقف اللي انت فيه، على حسب طبيعه البيزنس. فبتبتدي بقى تقترح طبعا، طيب انا شايف ان احنا محتاجين نعمل واحد واثنين وثلاثه، وانا شايف مثلا ان بدل ما نصرف الفلوس دي في اعلانات مموله مثلا على السوشيال ميديا، لا، اديني بادجت او ميزانيه واتفق لي يا بتاع الكوميرشال مع البراند ان انا هعمل مثلا ليميتد تايم اوفر لمده يوم 50% اوف معلش، مثلا. انا هرجع خطوه لورا. لو شو؟ تشرح لنا اصلا الموديل بتاع فيتسول، هو طبعا هل طبعا هو اوثورايزد للبراندز ولا هو هو نفس النظام بتاع الفرانشايز، هي شركه لاداره العلامات التجاريه بالوكاله. الموضوع العقد بيبقى ليه طبعا كذا شق. في جزء منه اللي هو انت ملزم تفتح عدد الفروع الفلانيه، ملزم ان انت تمثل العلامه التجاريه بالشكل الفلاني. وفي شق تاني بيبقى طيب انت اسعار البضاعه هتبقى عامله ازاي. فانا مثلا هحطك في الشريحه الفلانيه، هتاخد بالتكاليف الفلانيه ومعاك الحريه تتحرك في واحد اتنين تلاته. فهنفترض مثلا لو انا في الفاشن او في الحاله بتاعت فيتسول، في ماركات عالميه زي اديداس ونايك واون راننج والحاجات دي بيتعاملوا معاها. فهو بيقول لك مثلا الموديلات دي انا هديك البراح فيها ان انت اللي تقرر، والموديلات دي هديك البراح فيها انك تلعب، بس مش انت صاحب القرار. انت ممكن تيجي تستأذني وانا يا هوافق يا هرفض، او هقول لك معاك لحد هنا. وفي حاجات دي انتاتشبل او لا يمكن المساس بيها، مش عشان العلامه التجاريه مش بتحبك، بس دي الفلسفه بتاعتي والاستراتيجيه بتاعتي في السوق كله. المنتج ده العميل بيشتريه لمميزات معينه، لو لعبنا في السعر هنخسر واحده منهم، الا وهي ان انا كعميل لما بشتري منتج قيمته عاليه، او اللي هو بنقول عليه الهاي فاليو برودكتس او اللوكسجري برودكتس، الحاجات الفارهه او الفاخره، جزء من الفلوس اللي انا بدفعها ان انا عايز احس ان انا مميز، ان انا معايا حاجه مش مع كل الناس. وده طبيعي، والناس اللي بتشتغل في الاندستري او في القطاعات بتاعه البيع بالتجزئه للسلع الفارهه بالذات في الفاشن عارفين ده كويس قوي، انه الديسكاونت على المدى الطويل وبشكل علني قوي كده لا، ممكن يأثر بالسلب على انه زي ما بيقولوا استيعاب العميل للقيمه الممثله في ان انا ابقى مصحوب بالعلامه التجاريه دي هيقل شويه. ففيتسول هي زي ما بقول لك احنا فاتحين فروع باسم، او كانوا فاتحين، يعني لما كنت معاهم فاتحين فروع باسم فيتسول، وجواها الماركات والعلامات التجاريه اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتتباع، وفي تصريح رسمي بالكلام ده، والكلام ده كله دوكيومنتد يعني وليجل. وفي حاجات تانية بتدار من قبل الشركه اللي بتدير فيتسول، بس لازم المحل بتاعها يبقى تحت اسم العلامه التجاريه. ده جزء من الاتفاق او نوع تاني من الاتفاق. اوكي. تقدر تقول عليهم كده ايه، فيس اون فيس اوف. يعني انت مره بتستخدم العلامه التجاريه كالواجهه نفسها، ومره بتستخدم اسمك انت في تسويق العلامه التجاريه دي، بس هو ده الفرق. فده كان النظام حلو جدا. انتوا كام فرع تقريبا فيتسول؟ لحد ما انا كنت موجود 24. وبداتوا اونلاين في الاول ولا بداتوا ريتيل بعد كده لا، أونلاين؟ الاونلاين بدأ في 2002، الشركه نفسها فاتحه من 2008. بس على ما اتذكر التوسع فعلا ابتدى بشكل يعني فعال في 2016 2017 على ما اتذكر، او على ما انا يعني عرفت من الستوري لاين بتاع المكان لما رحت هناك، انه لا 2017 دي بقى عندنا بقى فروع اكتر، ولازم نبقى موجودين في كل المولات ده وده 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 وهكذا. وهم موجودين بره القاهره برضو بكثافه على فكره. هايل جدا. ولما رحتوا اونلاين قررتوا تروحوا انهو تكنولوجي استخدمتوا انهو بلاتفورم؟ بصراحه انا لما رحت كان اوريدي في بنيه تحتيه للموضوع، فكان اوريدي في شوبيفاي، وده بيعمل بمثابه يعني الواجهه الخارجيه للعملاء من الويب سايت او الموقع. وكان في اي ار بي سيستم، او يعني زي ما بيقولوا كده التعريف الكتابي بتاعها سوفت وير لاداره الموارد بتاع الشركات. ده كان الشركه كلها بتستخدمه، وكان عليه البوينت اوف سيل او نقطه منفذ البيع بتاعه الفروع الاوفلاين. والويب سايت
كان محطوط على السيستم ده كانه بزنس يونت، فليه بي او اس عشان تقدر الان والاوت اللي داخل واللي خارج من البضاعه يتحسب، وانت بتسحب من ستوكات وليها تكاليف في كوجز. فعشان نحسب القصه دي للاي كوم كان لازم يتعمل له سيت اب بالطريقه دي. طيب هل السيت اب ده يتضمن ان يبقى الاونلاين ليه ستوك لوحده؟ يعني انتوا لو انتوا 24 فرع، هل الاونلاين عندكم كان الفرع رقم 25 ولا الاونلاين شايف كل الستوك بتاعت فيت سول؟ ده وده، لانه في حاجات الاونلاين كان بيعامل كبزنس يونت. فمثلا ساعه التارجتس او ساعه البادجت، طيب يا جماعه الاونلاين في الكورتر اللي فات كان ثالث اكبر بزنس يونت بتجيب فلوس وبيجرو، طب زودوا له التارجت، فانت عندك نيو اوبجكتيف، انت محتاج تخلص يا الثانيه الاول ريلاتيفلي سبيكينج او كروكي زي ما بيقولوا. فدي مثلا انجل. في انجل تانية او زاويه تانية بتاعه المخزون او اداره المخزون، مش هينفع نديك كل البضاعه تحت تصرفك التام، لانه في بضاعه انا محتاج انتهز كل الفرص الممكنه ان انا ابيعها. البيعه الايتم او البضاعه غاليه، هامش الربح فيها كبير، وبالتالي انا عايز زي ما بيقولوا اقشه باسرع ما يمكن، لان كل ما البضاعه قاعده عندي قيمتها بتقل وهكذا. ففي فروع معينه كانت مخصصه ان احنا بنشارك معاها المخزون ده، وفي انواع تانية من البضاعه كانت موجوده في مخزن. فكان ده وده الاثنين. عندك الاثنين، هايل جدا. طب الطريقه لو انت عندك شيرد انفنتوري او عندك الانفنتوري الخاص بيك، لو هو خاص بيك في غير السيزون، مثلا في حاجه بيست سيلينج زي ما انت كنت مثلا بتقول، هل ده مش بتشوفه وخلص من عندك؟ هل تقدر تعمله ريبلينشمنت او تجيبه مره تانية عندك من احد الفروع، ولا ساعتها الفرع بيتدخل يقول لك انت كده هتاخد حاجه بيست سيلينج وتاثر على التارجت بتاعتي؟ هقول لك، ده كده صراع بيبقى موجود تقريبا في 90% من الشركات اللي بتشتغل باطار العمل ده. بس خلينا منطقيين، ما ينفعش توقف بيع. بالمنطق مش مش من الطبيعي انه لو منتج بياع سواء في الفروع او عندنا يبقى اصلا المخزون منه قليل. اوكي. الصراع ده بيحتدم امتى؟ لما بيحصل حاجه بنقول عليها سبايك او نزوه مره واحده كده، لقينا ايتم باع جامد. تحصل لظروف كتير، ممكن يبقى المنتج ده كان عندك وكان موجود في السوق ومره واحده خلص من السوق، فبقيت انت الوحيد اللي عندك، فالناس كلها جت تشتري منك. دي صراحه اللي بيفصل فيها لازم يبقى حد فوقنا احنا الاثنين. لانه في فيت سول مثلا انا كنت بريبورت للكوميرشال دايركتور، الاريا مانجر كان بيريبورت للكوميرشال دايركتور، فانا والاريا مانجر على نفس الليفل. هو ماسك ستورز، انا ماسك وان ستور بس على نطاق اكبر. فالموضوع داتا دريفن. والله في حاجه في الفاشن اسمها السيل ثرو، او الناس كلها يعني اللي اشتغل في الفاشن هيبقى عارف انه انت هتاخد قد ايه على ما تخلص المخزون ده، الكام قطعه دول اللي الوقت ده عنده اقل بياخد المخزون. دي في الفاشن عامه. وفي تيم اعتقد اللي كده يقعد يحرك المخزون من فرع للتاني. لو انت عندك مثلا ديد ستوك وفرع عنده ترافيك اعلى، طبعا بياخد يراوند وفي ايتمز بتبقى بياعه في فروع وفروع لا، ونفس الايتم نفس الكولر نفس كل حاجه. بس هل انت في الاونلاين لو في حاجه زي كده واجهتك في ستوك انت مش عارف تحركه او هو ما يتحركش عندك لسبب ما، هل تقدر بدل ما ان هو يتحرك يروح لفرع عليه ترافيك على امل او فرصه ان هو يتباع هناك، ان انت تعمل ديسكاونت اكسكلوسيف للاونلاين على السيرتن ايتمز دي وتبقى اكسكلوسيف للاونلاين؟ كلها ليها ابروفل سايكل. اوكي. برضو ممكن لما نتكلم في الموضوع ده قدام شويه في حته الاثوريتي ماتريكس عامله ازاي، وانت بتاخد قراراتك ازاي، وانت متحكم لحد فين وهكذا. انا ليا الحق ان انا اطلب ريبلانشمنت، ليا الحق ان انا اقول يا جماعه والله الايتم ده انتوا حاولنا نعرضه اوف لاين ويتحرك على مهله، حاولنا نعرضه اونلاين لقينا ان الانترست فيه كان او الاهتمام بالمنتج ده اونلاين كان بينمو اسرع، فتعالوا نجرب يمكن نشوف مدى اهتمام الناس ايه، فتعالوا نعمل فلاش سيل مثلا. فبيقول لي طيب معاك في الفلاش سيل 5 قطع في الموديل اخرك، وما ينفعش الفلاش سيل يطول مثلا اكتر من ساعتين. تبتدي تعمل زي شويه دراي رانز او اختبارات كده، لقيت العمليه ماشيه، ابتدي بقى اشوف زاويه ازاي تبيع المنتج ده عندك. لانه فكره ان انت تبيع المنتج على طول بديسكاونت ده زي ما كنا بنقول لسه هنتكلم فيها قدام، بس لا من حقي ان انا اطلب كل الحاجات دي. من حقك تطلبها، بس انا لو انا بفكر من الناحيه الثانيه، لو انا بتعامل ما اقدرش افرضها لو ده السؤال. لا مش فرض، بس لو انت بتتعامل مع الاونلاين كانه هو فرع، أوكي. فهل من العدل برضو ان انا
استثنيه باكسكلوسيف اوفر وما اديش الفرع الاوفر ده؟ هقول لك على حاجه. هي زي ما بيقولوا كده دواره. فمثلا في حاجات بطبيعه الشغل انت مش هينفع تعمل حاجه زي دي غير للاوفلاين. طب ما انا بقى استثنى من ده. فما تفكرش فيها انه احنا بندي هنا 1 وبندي هنا 2. اوكي. انت المره دي بتاخد 1 وانت المره دي هتاخد نص، والمره الجايه ده هياخد نص وانت هتاخد 1. فهي بتبقى كده. فمثلا في حاجات هم بيعملوها زي الكامبينز مع الشخصيات المؤثره. ما هو كل الكامبينز بتاعتنا كانت ان الانفلونسر ده بيخش الستور. طب ما انا هعمل دي ازاي؟ انا اخري ممكن اعمل كامبين تسويقيه بالشراكه بقى مع براند، يعني مثلا زي ما عملوا اللونش بتاع ادي زيرو مع محمد صلاح. قمنا عاملين جاليري لمحمد صلاح على الويب سايت في الفوتو شوت بتاع اديداس بتاع محمد صلاح للادي زيرو لونش في اديداس اريبيا. بس في نفس الوقت انا هو عرفت نوعا ما اجيب محمد صلاح على الويب سايت الستور مش هيعرف يعملها. فهي بتبقى جيف اند تيك. في حاجات احنا الاثنين بنتلاقى فيها في النص ولازم نقسمها نشيرها، زي مثلا الكاش باك كامبينز. هو هيبقى ليه بادجت وانا هيبقى ليا بادجت. في بقى تحديات او تشالنجز بتبقى من النوع اللي هو ايه، بتمشي بالسنس او بالمنطق. طيب انت يا هادي دلوقتي الايتم ده طاير عنك وبيبيع عند الفرع ده مش عطلان. طيب انت اوفر اتشيف اوريدي، سيبهوله. والله لو احنا لقينا ان بعد ما رجعنا الايتم ده هناك تاني ان الموضوع هناك مش هيتحرك اسرع من كده، بس لو رجعناه اونلاين هنلم العوائد او الفلوس دي من الماركت بسرعه، خلاص ماشي it is what it is، يعني هي الدنيا. لكن الموضوع لازم يبقى فيه مراعاه برضو، لانه اجن الاورجنايزيشن كلها محتاجه تبقى بتشتغل بشكل هيلثي او بشكل صحي وبشكل فعال. فمن الافضل انه لا، لو زي ما بيقولوا انت هنخليك تشيل رجلك من على البنزين سنه عشان زميلك اللي جنبك يطلع جنبك ونبقى كلنا ماشيين على لا هنعمل كده. رجوعا للستوك، اتكلمنا عن لو هو ديديكيتد ستوك، لو هو بقى شيرد انفنتوري، ازاي بتضمن في لحظه لو انت شايف الستوك بتاع الفروع كمان عندك، وانا كعميل دخلت على ايتم وطلبته بس اكشلي الايتم ده كان ستوك فرع من الفروع في نفس اللحظه وانا دفعت اونلاين كمان، عادي الاقي ان الايتم دي في عميل في الستور في نفس اللحظه اخدها وطلع المنتج اوت اوف ستوك؟ هل المشاكل دي ممكن بتقابلك برضو؟ ده العادي. اوكي. يعني بص، خلينا برضو نعترف بحاجه. الطبيعي في الشغل يا محمود ان انت في عندك تشالنجز ومش كل حاجه بتتحل بزرار كده. وجزء من ان احنا بنقول مثلا احنا عايزين يبقى عندنا اي كوميرس مانجر عشان انا عايز حد زي ما بيقولوا شنطه المهارات اللي يعرف يتعامل مع النوع ده من المشاكل. فهي القصه دي بتتحل بكذا مستوى. اول حاجه منها ان انت تقسم المخزون ولو حتى بشكل وهمي بس منطقيا. بمعنى احنا كام فرع مشاركين المخزون؟ احنا معانا 30,000 حته ضاع، جزم على شباشب على شنط على تيشيرتات على شرابات على كله. طيب معانا كام فرع؟ 10 والاي كوم 11. طيب شوف لي مبيعات الناس دي من البضاعه دي عامله ازاي وقسمها لي نسبه وتناسب. بس اللي بيحصل ايه؟ المخزون بيفضل في نفس المكان ما بيتحركش فيزيكلي غير ما بين ال10 فروع دول او اكتر او اقل على حسب احنا عايزين ايه، ومن دول للكاستمر. لكن اللي بيحصل ايه؟ انا مثلا ببيع المنتج ده ومعايا 10 اماكن تاني بيبيعوه. انا مسؤول عن 25% من مبيعات الايتم ده في ال11 بزنس يونت دول. حريتين 25% في الاستوك، هو ده اللي انا ابلوده على الفرونت اند. اوكي. البوكينج مش هيحصل فيه مشكله، لان انت موضوع الدبل بوكينج ده لو التو اوردرز بيتعملوا من على الويب سايت فدي شوبيفاي بيهندلها. التشالنج التاني بيظهر امتى؟ الكونفرميشن. فبمجرد ما الاوردرات بتيجي على الويب سايت انا لازم يعني الستوك ابديتس بتتعمل باي بي اي انتجريشن، بس انا لازم في خلال ساعه اكون مكلم في التيم عندي، مكلم الانفنتوري لوكيشن نفسه. الو صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انتوا عندكم النهارده ال 12 اوردر دول بالارقام اتس ا هول بروسيس، والكلام ده بيتبعت في اوتوميتد ايميل مش بالكلام في التليفونات، وبيبقى فيه كونفرميشن ويندو والفروع بترد في اوقات معينه، وبعد الكونفرميشن ده ما بيطلع التيم بيبتدي تايب اطبع اير واي بيلز باك يعني خلاص خلصنا بيك ابدا باك، خلصنا باك حط الاير واي بيلز، خلاص الويندو هتبدا الساعه 1، الكورير هيبقى عندك من 1 ل 4.
وانس انك تهاند اوف، خد المانيفست بتاع الاذن الاستلام، صوره وابعته. حلو جدا. فدي بروسيس لا مفر منها لحد ما يبقى فيه ديديكيتد ستوك بشكل كامل تسحب انت منه. وهل شايف ده حل؟ يعني لو انت عندك دلوقتي خيارين احنا اتكلمنا فيهم، عندك ديديكيتد ستوك للاونلاين وعندك الشيرد ستوك، كل واحد فيهم ليه ميزه وعيب. يعني يمكن الديديكيتد انت يبقى عندك كنترول. انت جبت من اين تؤكل الكتف. يعني انا عارف، انا اسف ان انا قطعتك وانت ما كملتش السؤال، بس هي الحته اللي انت قلتها دي بالذات، هي كل واحده ليها مميزات وعيوب. الحاجات اللي انا مش واخدها كديديكيتد ستوك ما بتحاسبش على الايجنج بتاعها. محدش بيجي يقول لي يا هادي انت هتعمل ايه في الربع مليون شبشب اللي عندك. طب يعني مفيش حد يجيب ربع مليون شبشب، بس انت فاهم الكونس انا عايز اقول ايه. هتعمل ايه في البضاعه اللي واقفه عندك دي؟ فدي مسؤوليه او لايبيليتي انا تخلصت منها، ومع ذلك انا بحتفظ بالبريفليج او بامتياز ان انا هبيع البضاعه دي. بس انت كبزنس مش كاي كوميرس ستور او اي كوميرس مانجر. اوكي. كبزنس هل لو انا عندي ديديكيتد ستوك لليميتد اسكيوز محدده، هل كده انا حرمت فرصه الميزه الاكبر بتاعه الاونلاين هو يبقى كاتالوج لكل الرينج بتاع السكيوز اللي عندي، بحيث كل الناس تشوف كل السكيوز وكده؟ يعني انا عندي عارض مثلا 10% 20% من السوق اللي عندي، و80% تانيين موجودين في الفروع او في المخازن الناس مش شايفاهم. اوكي. فدي كلها لوست سيلز اوبورتيونيتيز. ده الابروتش. بس هو مش ده اللي بيحصل على ارض الواقع، لان السيناريو اللي انت بتقوله ده هو منطقي. مش صح ان انا يبقى عندي الكتالوج مقسوم 20% هنا و80% هنا. الكتالوج متقسم زي ما كنت بقول لك، انه البراندز اهي او الماركات العلامات التجاريه اهي، الفئات اللي بنبيع فيها ايه، ده فوتوير، احذيه وشباشب وبعد كده عندك الاكسسوار، الشنط، الشرابات والى اخره، وبعد كده عندك الازياء او الملابس. اللي بيحصل ان انت بتحاول انه كل البيزنس يونتس او كل الفروع، سواء هو ده الويب سايت الاونلاين او ال 23 فرع التانيين الاوفلاين، يبقى عندهم اتليست 80% من كتالوج العرض ده. سيبك من عمق المخزون قد ايه، يعني سيبك انت عندك من دي 20 حته ولا 3. اوكي. عندك، هي عندك، الكاستمر هيخش يشوفها عندك. اوكي. فانت بتحاول ان المعروض يبقى متكامل وصوره كبيره كلها مرسومه، ما فيهاش زي ما بيقولوا فجوات. انت شايف الكتالوج كله في اي حته تخشها الفيتسول، تخش فرع او تخش اونلاين. فروق بسيطه بتفرق طبيعي ولازم، وده كده يعني ده جزء من القصه اللي كنا بنتكلم فيها، ان في حاجات بتبيع في حتت وحاجات ما بتبيعش في لا. بس لا، في بير مينيمم، في بير مينيمم ان كلنا لازم يبقى عندنا ده، وبتحاسب على ده. يعني انت اصل ايه اللي هيحصل لو انت ما عندكش بضاعه؟ مش هتبيع، فهتيجي تتسال انت ما بعتش ليه؟ هتقول ما عنديش بضاعه. طب انت ليه ما قلتش انك ما عندكش بضاعه؟ السايكل بقى من بعد الاوردر ما بيجي، هل لسه بنعمل كونفirmation كول مع الكاستمر عشان متفاهمين طبعا السوق المصري نقلل نسبه المرتجعات او الكانسليشن؟ وامتى لو لسه بنعمل الاكسرسايز ده، امتى ممكن نقدر ما نبطلش يبقى الموضوع اوتوميتد وخلاص؟ بص، انت قلت كلمه جميله جدا. في الفاشن المرتجع ضريبه. انت بتحاول على قد ما تقدر تقلل فرص ان يبقى فيه مرتجع. زي ما بيقولوا كده ايه، الثقه تبدا من الداخل. الكيو سي بتحط بروسيس كيو سي كويسه، بتميك شور انه الكيو سي ده الناس بتلتزم فيه في البيك والباك، ولانك انت حاطط له طبعا، انت عارف في الكي بي ايز بتحط الحاجات تريشولد. فانا هسمح لحد مثلا ليتس سي كذا في المية مرتجعات، والمرتجعات ليها اسباب. في اسباب انت مسؤول عنها، دي صريحه. ايتم طالع بسايز غلط، كولر غلط، اي حاجه طالعه في الاوردر غلط، دي عليك. الاكريس بتاعت الاوردر دي عليك انت بالظبط. انت بتحاول تقلل دي بان انت تبقى اكيرت، تبقى دقيق، تبقى فعال في الاوردرات اللي طالعه منك. الجزء الثاني، انت عايز تفلتر العملاء، الناس اللي نيتها في الشراء صادقه او محققه زي ما بيقولوا ماتيريالايزد، والناس اللي مش متاكد او ممكن هيعمل الاوردر بس فرصه هو اقرب انه يابندن او يكنسل من انه يستلم. OTP كونفirmation اب بسيط جدا. انا طبعا ما اقدرش اقول اسم الاب، هو انا عارف يعني هو اب مصري باي ذا واي، والاونر مصري، وانا عرفته من البيزنس كيس سيناريو ده. وهم عندهم حاجات اكتر من الOTP فعاله جدا، وموجودين على الماركت بليس بتاع شوبيفاي. فهو الفيتشر بتاعت الOTP عنده لطيفه جدا. اتس فاين لو عايز تقول اسم الاب. ما فيش مشكله. انا امشور ان هو مش هيمانع. هو ويب سايت اسمه او الاب الشركه اسمها اكستند XTND. الOTP فيتشر بتاعتهم حلوه جدا. ليه؟ لين MVP. انت عايز ايه؟ عايز تكونفيرم دون، عايز تتاكد ان الجيرني رايحه في الحته اللي انت عايزها برضو دون،
وريبورتنج بس خلاص. فهو بيديك الاوبشن انك تحط الاو تي بي قبل ما الكاستمر يروح على الكارت. مفيش او تي بي مش هتشوف تشيك اوت. اوكي. طيب عشان تديني الاو تي بي ايديلي في اغلب الوقت انت محتاج تديني وركينج فون نمبر. فما بقولش ان ده هيجبر العميل انه يستلم، بس اتليست بقى في ايدي خيط هجري وراه لما الاوردر بتاعك يقعد في اللي باي كتير، اللي هو طلع مره وما وصلش وطلع تاني وما وصلش. فدي السكند ليفل اوف فلتريشن. بنعمل كونفirmation كولز امتى بقى؟ هاي فاليو اوردرز، ارياز ما بيجيلناش منها اوردرز. يعني عارف زي فكره الفرود والريسك ديتكشن، هي مش بتبقى كده بالظبط، بس هو ده شكل من اشكال تقييم المخاطر. انت بتشوف مثلا انا جالي اوردر مثلا ب$60,000 جنيه. طيب طبيعي لان انا لو ببيع جوردنز واير ماكسز جزم 16-15,000 جنيه تيك وطالع، برايس هيوصل للرقم عادي. بس هل منطقي ان انا الاوردر ده يجي لي من سيوه؟ اجن ما بنفترضش ان هي السيئه عمرنا للكاستمر، لكن الو ازيك يا فندم، ازي حضرتك، احنا لقينا ان حضرتك اول مره تتعامل مع فيتسول فشرفتنا. احنا بس كنا حابين نتاكد الاوردر كذا 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 كذا، حضرتك متاح للاستلام. بتتعمل بشياكه وانت بتفهم برضو الكاستمر ده. بس ده كاستمر كاش اون ديليفري اكيد، او بريبيد حتى لو دافع. ما هو بص المشكله فين؟ هل في كاستمرز بتبقى دافعه بريبيد وما بتستلمش؟ مش برسنتج كبيره قوي، مش زي كاش اون ديليفري. كاش اون ديليفري اكتر. طب يبقى ايه الدافع من ورا كده مثلا تجربتكم؟ طيب انا ممكن اقول لك مثلا على بعض السيتويشنز اللي انا شفتها. في مثلا دافع زي مش دافع، هو بيبقى سبب تاني. يعني في كاستمر مثلا كلمناه قال لك بس انا عملت الاوردر عندكم الصبح، دخلت على ويب سايت تاني، قال لنا على ويب سايت من الكومبيتيتورز يعني، قال لك لقيت انا شاري جزمتين، لقيت الجزمتين على الويب سايت التاني، واحده هناك ارخص 700 جنيه، واحده هناك ارخص 1200 جنيه. هو دافع خلاص. قال لي دول 2000 جنيه. انا معاك، الكاستمر اللي بيشتري الحاجات دي مش برايس فيرست تايب اوف كاستمر، بس انا اسف يعني who wouldn't save. يعني مين اللي مش هيوفر لو جات له الفرصه؟ اوكي. فده سيناريو. السيناريو التاني، والله انتوا قلتوا من يومين لاربعه، وانا كنت عامل حسابي على من يومين لاربعه، بس انا راجل كنت هاخد دي واسافر بيها عشان حاجه معينه فمش هلحق، فخلاص كده كده انت بتحاول تلم كل ده. فالكاستمر بس اللي بيقول لك ده بقول له طب ثواني، طب حضرتك مسافر امتى؟ دي كيس انا اتعاملت معاه شخصيا. اوكي. انا مش هقدر اقول التفاصيل قوي، بس هو كان كاستمر عميل شاري جزمه معينه بتاعت حاجه معينه، رايح مسافر بيها يحضر حاجه معينه، فهي خلاص يا جبنا له الجزمه قبل ما يسافر يا الاوردر راح. قلت له انا ما يرضينيش ان انت تتعامل مع فيت سول وتبقى مش مبسوط، فمش هتفرق، روح الفرع الفلاني وانا هخليهم يدوك الجزمه وكأن الاوردر اللي انت دفعته اونلاين، وانا هستل انا المدفوعات دي ما بيني وما بينهم. فده مثلا سيناريو. في كاستمر بيقول لك غيرت رايي، انا عادي وحقه. انت عارف طبعا قانون حمايه المستهلك، انت من حقك ترجع المنتج في خلال 14 يوم حتى لو غيرت رايك، في نطاق طبعا ان هو يبقى في حالته الاصليه وكده. في ناس بتبقى دافعه بريبيد، في ناس بتحصل لها مشكله مثلا زي والله يا جماعه انا اسف، انا اشتريت، لما هنتكلم قدام يعني ان شاء الله في موضوع البي ام بي ال، انا اشتريت الايتم ده وانا كنت فاكر ان انا والله واخد 000 على 6 شهور، ما طلعش، فانا مش هقدر، انا عايز اكنسل. اوكي بيرفكت ميك سنس. بمناسبه موضوع التقسيط، الباي ناو بي ليتر والتقسيط اللي دخلت كام سنه الاخيره، واكيد برضو دخل جزء كبير منها في الفاشون، هل تاثير ده على الفاشون في فيت سول عامه فرق في الفاليو ولا؟ بكل تاكيد. هي اول حاجه كنت هقول لك عليها. اوكي. الافريج باسكت سايز كبر. حلو. سواء فلوس يعني حجم سله المشتريات بتاعتك زاد فلوس او زاد عدد منتجات، هي في النهايه يعني علاقه كده. الفلوس منتجات والمنتجات فلوس. صح. انت بتحاول تعمل ايه في السياق ده لما بيحصل معاك؟ واحد، اكسبيرينس قويه جدا، لانه البي ان بي الز دي هتجيب لك عملاء جداد، يعني هتجيب لك عملاء هم عمرهم ما اشتروا منك. يعني غير ان هو زود افريج اوردر فاليو، هو جاب لك كمان عميل جديد. ده لازم. ما هو انا مثلا ابتديت مع بروفايدر واحد، او زي ما بيقولوا سيرفيس بروفايدر. سيرفيس بروفايدر واحد، جاب لك جزء من قاعده العملاء بتاعته اللي تنطبق عليهم مواصفات بروفايل العميل بتاعك واشتروا منك. طيب شطارتك خلاص، هم جم على حس الاوفر بتاع الراجل، يعني الاكوزيشن كوست هنا مش من جيبك قوي، لان انت عارف طبعا انت هو عنده البيز كاستمر بتاعه. بالظبط. بس اتليست حتى لو انت مشارك في الكوست دي، انا ببص لها ازاي؟ في شيء
من السيرتانيتي او الوضوح مع الكاستمر ده. يعني انا مش رايح في عموم الانترنت عمال بقول تعالى يا اللي نفسك تلبس جوردن، تعالى يا اللي نفسك تلبس بوما. لا، انا رايح مثلا ليتس سي مع بي ام ال بروفايدر، ليتس سي فاليو اوريدي عنده ناس اوريدي ملايين العملاء اللي بيشتروا سبورتس اند فاشن من اديداس ومن براندات تانية وغيره. فزي ما بيقولوا كده اسمه تيستد اسامبشن، انت واخد ريسك بس انت عارف ابعاده. worst case scenario انا كده كده يعني احتمالات ان انا الاقي كاستمر انترستد في السبورتس اند فاشن از فيري هاي، لان هم بروبابلي لو هيعملوا بي ان كماركتنج اكتيفيتي بوش نوتيفيكيشن او اختار على الموبايل من الابلكيشن من تطبيق فاليو، هيجيب لك كاستمرز. هيركز على الكاستمرز اللي مهتمه بنوع البضاعه عشان هو حتى ما يبقاش عمل حاجه كده في العموم. بيجيب عملاء جديده مما لا شك فيه، بيزود الباسكت سايز والافريج اوردر فاليو مما لا شك فيه. طيب ليه مميزات مثلا تانية؟ زي مثلا ايه؟ حته ان انت في كاستمرز هو ما كانش هو اوريدي كاستمر بتاعك وبيشتري من عندك من زمان، بس عمره ما كان هيوصل للباسكت سايز ده من غير شويه زي ما بيقولوا كده ايه، تمكين مالي، فاينانشال انيبلمنت. هو عايز يجيب الحاجه بس لو اشتراها بالكريدت كارد وما دفعهاش كمان 50 يوم الانترست هتلسعه. فلاقيك انت بتقول له لا تعالى بس 3 شهور وزيرو انترست، قام صارف. فانت بتحاول تميك دو. طب خليني اسالك سؤال تاني، انت بتبيع براندز موجوده عند كومبيتيتورز تانيين، عندك الكونسيومر فاينانس او الباي ناو بي ليتر موجودين برضو عند كومبيتيتورز تانيين، ايه اللي يخليني في اونلاين اشتري من فيتسول كنت كومبيرنج بالناس التانية في الباي ناو بي ليتر تحديدا يعني؟ طبعا ده زي ما بيقولوا كده في افتراض ان الظروف موحده، هو عنده تريبل زيرو على 6 شهور وانا عندي تريبل زيرو على 6 شهور من نفس البروفايدر. كويس. طيب في الاساس انت لازم يبقى ليك ميزه تنافسيه، وطبعا انت عارف الميزه التنافسيه من خصائصها ان هي ما تبقاش سهله حد تاني يقلدها مثلا. فالميزه التنافسيه عمرها ما هتبقى في البرودكت. انت معاك الاير جوردن وانا معايا الاير جوردن، هتبقى فين؟ هنرجع لحته تجربه التسوق، تجربه الدليفري او التوصيل وما بعدها. اوكي. دول كل واحده فيهم بتتفصص. تجربه التسوق ان انا واحد، انا عايزك توصل لي ككاستمر كعميل. اكيد ما انا لو عايز اكتب فيت سول ما انا هعرف، بس هل انت كعميل مستني ان الشركه اللي انت لو فكرت تشتري منها هتشتري، مستني انت اللي تروح لهم ولا انتوا اللي هيبقى عندكم عروض وحاجات فانتوا قولوا لي احنا هنا؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه يجي ويلاقي تجربه حلوه على الويب سايت. الويب سايت متظبط نضيف، ما فيهوش ضوضاء كتير، مش نضيف قصدي ان هو بايظ، بس لما بتسوق حاجه خليك مركز على الحاجات المهمه. العميل بيخش وصل للي هو جاي يدور عليه بسرعه، ووصل له دخل له بسرعه، ولقى صفحه المنتج نفسها بتشرح له بتقول له هو ده اللي انت كنت جاي تدور عليه، اتفضل اد تو كارت، او لا استنى مش ده اللي انت كنت جاي تدور عليه بالظبط. ودي حته انه صفحه المنتج نفسها تبقى انفورماتيف وفيها التفاصيل واضحه، ودي بتفرق كتير في حته الكونفرجن، ان الكاستمر يكونفرت وياد يحط المنتج في سله المشتريات او يخرج. اوكي. الجزء الثالث ان تجربه التشيك اوت نفسها تبقى سيمليس وسموث. انا حطيت الحاجه، رحت على الكارت، ان كان بقى اللي انا عايز اعمله. فمثلا في تفاصيل صغيره زي ايه، والله الكاردز اللي بيبقى فيها الكوبون كودز بكليك، اللي هي زي السنجل ساين اون كده، انا مش لازم اكوبي كود واكتب ماتش فاستر تشيك اوت ريت، بالذات في البروموشنز او لما بيجي يستخدم كود. الكاردز اللي بيبقى فيها بيمنت اوبشنز اكتر موست لايكلي هتتشيك اوت اكتر. انا عندي بي ان بي ال، طب بجيب لك كل البروفايدرز. ما this is the thing ان انت كله دلوقتي بقى عنده الباي ناو بي ليتر تقريبا، هم اذا كانوا 2050 كله بيجيب ال 2050 بروفايدر سام هاو يعني، او بيحاول يسعى ان هو يجيب اكثر عدد من البيمنت. انت ساعتها بلس الحاجات دي في حته الباي ناو بي ليتر، هل لوحدها تقدر تميز ولا لا هي كلها حاجات مع بعض بتكومباين عشان تقدم كاستمر اكسبيرينس كويس؟ لو اللي بيقدموا الباي ناو باي ليتر موحد في الماركت، فلازم الحزمه دي كلها على بعضها تبقى مميزه باكتر من شكل قدام الكاستمر. فمثلا بتبقى انت بتلعب باللي في ايدك. مثلا انت شايف انه الفري شيبنج ممكن يشتغل جنب حاجه زي دي وانت تقدر تتحمل تكلفه الفري شيبنج، اعمله. اوكي. شايف مثلا انه طب تمام انا مش هعمل فري شيبنج
ومش هعمل ديبر ديسكاونتس، مش هعمل ديسكاونتس اكتر او تخفيضات اكتر، بس اللي هتشتريه بالباي ناو باي ليتر هيعد في اللويالتي بروجرام عادي. ما خلي بالك في ناس بتقول لك مثلا انه لا ده كده دبل انفستمنت، فاين، بس هو مش دبل انفستمنت في نفس السنه. اللي خد اللويالتي بوينتس دي على ما هيصرفها خلاص البي ان ال اللي انا لسه عامل فيها البي ام بي ال دي هتكون قفلت. فهي انت بتميك دو او بتتصرف باللي معاك، بس في النهايه لا، هي الموضوع في ايدك انت. اجن الاوفر اللي هتاخده من البي ام بي ال غيرك هياخده. اوكي. والليفر الوحيده العصايه اللي بتحرك الموضوع ده مين جامد في النيجوشيشن. انت عرفت تاخد كام بقى ري اميتنس من فاليو وانا ما عرفتش، او انا عرفت وانت ما عرفتش. هايل. بس طب المرتجعات في الباي ناو باي ليتر دي اكيد صداع. طبعا. لو عميل قسط وفي الاخر بيرجع المنتج، غير حتى العميل اللي عمل بري بيد ويرجع ده تمام، هياخد السايكل بتاعه الريفاند بتاعته. تبقى الريفاند في حاله الانستولمنت والباي ناو باي ليتر اعقد شويه. نسبه بقى الكومبلينز والدوشه بتاعه الكاستمرز، شفت طلعت عميقه. وهقول لك ليه. اوكي. هي ليها حالتين. الحال اولا العميل بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده كانسليشن، ده اوردر اتلغى قبل ما يطلع من اللاست مايل عندي، ولا ده اوردر راح وهنرجعه. بغض هو كده احنا متفقين ده بري بيد، هو دافع ببي ام بي ال، فلوسي معايا. ادي اول السيناريو يبدا من هنا. كويس. طب حضرتك عايز فلوسك، البضاعه فين؟ لو ده اوردر متكنسل، اغلب البروفايدرز اللي اتعاملنا معاهم واغلب الناس دلوقتي دي عمليه بيتقال عليها مؤتمته، تريجر. هو بيقول لك انا عايز ارجع البرود، او انا مثلا دخل كانسل الاوردر بتاعه، شكرا شوبيفاي الاوردر ده فويدد، شكرا بيمنت ريفرسد. بس بيمنت ريفرس من البالانس اللي بتاعك اللي عند الباي ناو باي ليتر، ولا هو بيحول لك فلوسك بعد كده هو بيحاسب العميل؟ من البالانس. بص، كل البروفايدرز ما عدا بروفايدر واحد او اتنين ليهم دايركت انتجريشن على شوبيفاي، فهو عنده داشبورد شوبيفاي بيسمع فيه دايركتلي فورورد وريفرس. ايه اللي ما عندوش ده؟ انت بتخش، بص مش طبعا مش كلها الو تليفونات وايميلات، بيديك اكسس على داشبورد بتاعه تسجل انت المعامله دي عليها، بمعنى ان انت تطلب تطبيق اللي انت عايزه. فيا جماعه الترانزاكشن دي فويد. انا اسف اقطعك، بس ده من البالانس بتاعك اللي أوه. عنده. طب ان كيس هو حول لك البالانس وانت صفرت البالانس عنده، وكاستمر طلب ريفاند، بتحولها ازاي؟ عندي تو اوبشن، عندي اختيار من الاثنين. هو بيتيح لك انك عايز انا استلها واخد منك فيه من الاخر، ما هو ده الكوست اوف دوينج بزنس. انت بتقول لي طلع له كاش، هطلعه ان كان بقى، انت مالكش دعوه انا اطلعه له في صوره بالانس على الاب ولا لا، هستل لك انا الدنيا وهاخد X%. ده اوبشن. في اوبشن تاني انه خلاص انا هبتدي ارفلكت الترانزاكشن دي وانس حاجه من الاثنين تحصل، يا انت يجي لك بالانس يا تديني كونفirmation ان الترانزاكشن دي فويد. فلو جيت بعد كده قلت لي لا والله ماليش فيه، حل بقى مع الكاستمر. فهي بتبقى واحده من الاثنين دول، وبتبقى على حسب كل بروفايدر. حلو جدا. عندي سؤال، هل الاونلاين بياخد طلب او بياخد رجل كانت رايحه على الفرع ويشتري من الاونلاين بسبب اوفر كنتوا عاملينه اكسكلوسيف للاونلاين، ولا دايما بيجيب عميل جديد؟ لا بص، مفيش دايما بيجيب عميل جديد، دي عشان نبقى صراحه مع بعض. فبتحصل ان انا في عملاء، خلي بالك برضو الاسباب مش لازم تكون اسباب انتهازيه. يعني ممكن مثلا طيب الو يا جماعه انا نفسي في الاير جوردن البلاك كات 4، ودي مثلا جزمه اير جوردن يعني معروف قوي ان هي نادره وكده. طيب عينينا حضرتك هي موجوده في فرع مول العرب. ايه ده؟ لا يا جماعه ده انا في العبور. فطبعا دول 111 كيلو سواقه. طيب تهدي حضرتك نبعتها لك على البيت. انا هنا ما خدتش البيعه لا من الستور ولا ضيعتها على فيت سول كبزنس. البيعه كان في possibility ان هي تروح. يعني بص let's be real، هل كل الناس هتسوق 110 كيلو رايح 220 كيلو عشان جزمه؟ اكيد لا. في ناس في الغالب لا يعني. بالظبط هي دي الفكره. فانا بشوفها بشكل بوزيتيف شويه. انا شفت ان في ريسك البيعه دي تروح، قفشتها. الفلوس هتخش بقى جيبي انا كهادي ولا جيب الستور مانجر بتاع مول العرب؟ ولا جيبي ولا جيبه، احنا الاثنين شغالين في الشركه، كل واحد بيقدف في مركب. الفلوس ما راحتش من فيت سول. وانا شايف ان ده على المدى الطويل
اكشولي بيزود الكونكشن الايموشنال اللي ما بين الكاستمر والبراند، ان الناس دي عايزه تراضيني. هو الراجل اللي كلمني ده راجل بتاع ويب سايت ملوش دعوه بالفرع اللي انا كنت فيه، ومع ذلك حل لي مشكلتي. حلو. انا بشوفها كده. وفي حاجات بتحصل احنا لازم نعمل دي في الفرع. في انا اوقات بيتقال لي انه عايزين او بارت اوف الانيميشنز اللي عملناها فروع معينه هندي الكاستمر انسنتيف او حافز لما يتعامل معاها، والحافز ده يجي يصرفه عندي في الاونلاين عشان انا عايز ادرايف ترافيك على اللوكيشن ده مثلا. حلو. فعادي. طيب الماركتنج شانل بقى اللي انتوا بتستخدموها، ادز، يس انفلونسرز، يس افيليت، يس اس اي او، يس. لو هتقولي اكتر حاجه بتدرايف سيلز ممكن تكون ايه ولا كلهم؟ معاك بيرفورمانس ماركتنج، ادز وسي ار ام. اوكي. كل واحد فيهم تقدر تقول عليه هو دواسة بنزين بتوديك في اتجاه مختلف. السي ار ام ميزته ان هو بينفعني في حته الكاستمر لايف تايم فاليو ماكسمايزيشن. اشتريت مني مره، اقول لك تيجي تشتري تاني وتيجي تشتري تاني وتيجي تشتري تاني وتيجي تشتري تاني وهكذا من غير ما اصرف فلوس تاني. الادز بتساعدني في حاجات كتير، وبطبيعه الاطار التسويق اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا والديجيتال ليها مميزات. واحد، بتخليني اعرف افضل في السباق في الكامبينز الكبيره زي بلاك فرايداي وزي راس السنه والحاجات اللي زي دي. يعني مثلا باك تو سكول، باك تو سكول ده موسم بنبيع شنط، بنبيع جزم، بنبيع لبس الاطفال والاولاد بيحتاجوا عشان يروحوا المدرسه. انا عندي اديداس وبوما ونايكي واون، وانت عندك الكلام ده، واحنا الاثنين عاملين اوفرز، واحنا الاثنين عاملين بي ام بي ال، واحنا الاثنين عاملين فري شيبنج واكسبريس ديليفري. مين هيوصل لمين بقى؟ هتوصل للكاستمر ازاي؟ واحنا الاثنين هنصرف. خلي بالك هتيجي تفرق فين؟ مين بيعرف يتارجت احسن من التاني؟ مين بيعرف يتارجت احسن من التاني بيزد على البروفايل بتاعه، عشان هي مفيش زي مانيوال ده كده. انت لما تعملها بالطريقه دي يبقى انت قفلت التارجتنج. اوكي. هتعرف تكلم الكاستمر بتاعك عشان انت فاهم هو بيسمع لايه ولا لا. هي بتفرق في كده. فادز وسي ار ام. السي ار ام بتستخدموها عندكم سيجمنتس للكاستمرز تقدروا تستهدفوهم بحاجات كاستمايز او كامبين كاستمايز؟ يس، تailored ايميل كامبينز. يس. ومينلي برضه عشان نبقى بنقول المعلومه للناس، يوجوالي السي ار ام هي اجن هو ريتنشن اكتر منه اكوزيشن. انا عايز اكيب يو انجيجد. سو اجمد ليفل او لو انت كده تبقى قفلت اللعبه ان انت انجيجد. كل لما بفتح لك ايميل تفتحه وتدوس، حتى لو ما اشتريتش I'm keeping you entertained. انت مهتم باللي انا بعمله وبخليك تعرف تهتم تاني. اوكي. في ليفل اقل شويه اللي هو ايه، ماشي انت مش بتفتح كل الايميلات بس بتشتري لما ببعت لك حاجه انت عايزها بتشتريها. وفي ليفل ان انا امنعك تتشيرن، اللي هو انت ما بتشتريش بس بخليك تفيزت الويب سايت اتليست، فانت مش ايدل قوي. فهي ليها ليفلز على حسب انت ايه البرودكت اللي بتبيعه وطبيعه الكاستمرز اللي انت بتتعامل معاهم، التول دي هتشتغل ولا لا. فهي مثلا ممكن تبقى شغاله في فيتسول ليه، عشان ممكن نقول او افكتيف قوي في فيتسول ليه. تاني الكاستمر اللي انت بتتعامل معاه البيرنت اغلب الوقت. فالايميل يعني فكرت بقى في جين زي مثلا، الاودينس اللي هو هيلبس فعلا الريك روس اي ساب بتاعت بوما والجوردنز والكلام ده كله، ما بيدخلش على الميل. ثانك يو. فهي شويه كده وشويه كده، وفي ناس بيجي لها قابليه ان هي تتحرك من هنا لهنا. يعني عادي في ناس يونج يوث اودينس جالنا من ديجيتال كوست بير كليك شانلز صريحه وسبسكرايب للايميل عشان كنا بندي 15% اوف ات فيرست اوردر. بس he didn't unsubscribe، ما هو كان ممكن يunsubscribe فهي got interested فابتدى يشتري. حلو جدا. كذا. طيب كنت عايز اسالك سؤال تاني ليه علاقه بالبي ان ال. هل انت بتتحاسب على المبيعات بس كنت في تسول، ولا مسؤول برضو عن البروفيتابيلتي بتاعت البيزنس؟ ده بتحاسب عليها قبل المبيعات. طب البروفيتابيلتي فيما يتعلق بالاونلاين بس، ولا بيجي مثلا تفاجئ ان انت تحط على حساباتك مفيش، انت سيبريتد ليك سيبريت فيرتيكال بي اند ال هايل، بتقف فين؟ تحت الكوميرشال دايركتور. مفيش اي اوفر هيد بتيجي عليك مالكش انت علاقه بيها. بص يعني مثلا عندي وير هاوس، الكوست بتاعت الوير هاوس ده في الاس جي ان اي عندي. اوكي. مثلا سوري في البي بي ان اي. اوكي. مثلا انت الكوجز ده زي ما كنت بقول لك، هل احنا اشترينا البضاعه دي على حساب الاي كوم؟ يعني احنا جايبين البضاعه دي للاي كوم بس وهي متشاله في المخزن بتاعه، دخل له يا باشا كوج
اوكي. cost of products purchased او بضاعه احنا اشتريناها. طيب ما اشتريناش البضاعه دي مخصوص عشانه، لو باع هتعبي له في الكوجز، ما باعش ما عليهوش انفنتوري اون هاند كفلوس. اوكي. فهي بتبقى جزء من ده ومن ده، لان في حاجات كده وحاجات كده، بس في النهايه انت بتسأل على كل حاجه بتتاب الشغل بتاعك. فلو انت البضاعه مثلا ما كناش شارينها لك وانت قلت انا عايز البضاعه دي عشان انا هبيعها، وسحبناها لك من المحلات مثلا واديناها لك لوحدك، هدخلها لك كانها بيرتشيسد عليك بالفاليو بتاعتها دلوقتي، بالبوك فاليو. هو في بروفيجنز ورايت داونز وكلام من ده. صحيح. فانت بتتحاسب على الماركتنج بادجت اللي انت بتصرفها، انت بتطلبها اصلا. انت بتطلبها، ولازم تجاستيفاي هي ليه قد كده، ولازم تجاستيفاي انت هتصرفها ازاي، ولازم بمعنى ان التبرير لازم يبقى منطقي. يعني ما ينفعش مثلا انت تبقى كل سنه بتجيب 30% من الريفينيو بتاعك بس من الادز، واجي السنه دي اقول لكم يا جماعه انا عايز دبل البادجت عشان اجيب 60%. اوكي. مش تحصل. يعني ممكن كلنا بنتمنى. ميك سنس. انتوا عندكم موبايل ابلكيشن ولا ويب سايت بس؟ ويب سايت بس. ليه مش فكرتوش في موبايل ابلكيشن؟ انا بدافع ان انا حد انترنت انتودياست قوي يعني. الاب حاجه خطيره جدا، بس الاب يعتبر استثمار. لو انت مش هتعرف تعمله صح هيلبسك في الحيط، لانه واحد ده فلوس. خلاص الابس دلوقتي انا عارف ان هي بقت تكلفه انتاجتها قلت عن زمان قوي، بس ستيل اقل اب هتعمله بنتكلم في $2000 اقل حاجه، اللي هو يبقى فيه فيري بيزك اي كوم فيتشرز، تشيك اوت، فيزيتس والكلام ده. الحاجه التانية، الاب بيحتاج مجهود مينتننس اكتر من الويب سايت، سواء تك مينتننس، كده كده الويب سايت بيحتاج تك مينتننس بس هي ابسط من الاب، سواء تك مينتننس وسواء بقى اب استيتيك، شكل الابلكيشن، الالوان، البراندنج، ايه المسج اللي احنا بنقولها على الابلكيشن شغال بشكل هيلتي ولا لا، سريع، بطيء، بيكراش، الفول باك لينكس بتشتغل، ولا لما بتيجي تري دايركت الموضوع بيطير افرض الكاستمر ما عندوش الاب. ففي تشالنجز كتير. واحد، لو انت مش هتعرف تحصد العائد من جودة انترفيس الاب بلاش تعمله. اوكي. لو ما عندكش المجهود والريسورسز انك تمنتين او تعمل صيانة دورية للاب، او يبقى جزء من شغلك ان الاب ده بنلمعه بننضفه كل اسبوع كل يوم بشكل بريودك، ما تعملش اب. لو ما عندكش فيجن واضحة وضوح الشمس لايه الاكسبيرينس اللي الكاستمر مستنيها منك، ما تعملش اب. وهديك اكزامبل. احنا دلوقتي تعال نتكلم في البيور بلايرز. كويس. عندك ماركت بليسز اللي هي اللي بيتقال عليها الاكسبريس ديليفري، اللي هي يومين توصيل، جوميا، امازون، نون. وعندك الحاجات اللي هي الاون ديماند سيرفيس، اللي هي عندك بقى طلبات بريدفاست، اوبر. ما هو ده اون ديماند بس نوع مختلف، اللي هو بيتقال عليه كراود سورسد ليفت سيرفيس. اوكي. في جميع الاحوال الاكسبيرينس مش واحده. الاون ديماند سيرفيس اللي هو تطلب تلاقي لازم اكسبيرينس كويك اند سيمليس. كلمه كويك كوميرس ما جاتش من فراغ. فانا عايز الكاستمر يخش على الاب في اسرع وقت، يلاقي اللي هو بيدور عليه في اسرع وقت، يحطه في الكارت في اسرع وقت، ويتشيك اوت بسرعه ويدفع بسرعه والاوردر يجي له بسرعه. عشان انا بعتمد على الفوليوم تيرن اوفر. كل ما اعمل فوليوم تيرن اوفر كل ما العائد على الاستثمار بتاعي في الاسيتس اللي هي بقى اللوجيستكس نتورك والطيارين والدارك ستورز والابلكيشن، شكرا، انت فاهم المعادله. فحاجه زي البيور بلايرز اللي زي امازون ونون وجوميا، لا، الموضوع العكس تماما. انا عايز اقعدك اطول وقت ممكن على الويب سايت عشان تشوف اكتر. ثانك يو. عشان كده الجيميفيكيشن نجح قوي في الويب سايتس اللي زي جوميا ونون وامازون، سبين ذا ويل، سكراتش اند وين، وعجله الحظ والحاجات دي. ليه؟ عشان الكاستمر جاي يخش يمشي في رحله جوه يونيفرس، هلعب دي واخد كوبون واخش اشوف الفلاش سيل، وبعد كده ده بيقولوا ان كمان 3 ايام هيعملوا ليميتد تايم اوفر على الجينز. اتس ان اميرسيف اكسبيرينس فيها انغماس شويه اكتر من طلبات وبريدفاست، انا عايز اطلب الاكل والاكل يجي بسرعه. حلو جدا. بس بغض النظر عن التشالنجز اللي ممكن تقابلك لو انت عايز تعمل موبايل ابلكيشن، انت اتكلمت عن نقطه مهمه جدا، حته السي ار ام والريتنشن. فانت العميل بتاع الفاشن يوجوالي بيشتري اكتر من مره، يعني في ريكارنج بيهيفير، مش زي طبعا الاكل والشرب والتوصيل، بس عشان في سيزوناليتي صح، وبيحتاج يشتري مره او اتنين اكتر. فلو هل مبرر بغض النظر هنواجه كل التشالنجز دي في مقابل ان احنا نريتين الكاستمر بدل ما نعمل اكوزيشن كوست عليه كل شويه او حاجه، واسهل ان احنا نريتينه ان هو يكون في موبايل اب على موبايله؟ هل ده ممكن يبقى طريقه، ولا الكاستمر مش هينزل الابلكيشن بتاع كل براند او كل حد بيفكر في سيرفيس
ينزل الابلكيشن بتاعه على الموبايل عنده. الفكره كلها في ان انت يونيت محتاج تدي كاستمر سبب ينزل الاب، فبمعنى لازم توصل له ان تجربتك هتبقى احلى على الاب. اوكي. مش احلى بمعنى ان هي تبقى شكلها اجمل، بس مثلا في حاجات ممكن تساعدك لو انت ما عندكش حاجه واضحه قوي هتميز الاب عن الويب سايت، الا وهي ان انا مثلا عملت اب واللويالتي بروجرام بقى امبيدد في الاب. انت عشان تخش على اللويالتي بروجرام هتنزل الاب، مش محتاج اصرف ماركتنج عشان ادرايف داونلودز، انت اوريدي هتيجي. هل انت هتعمل ده؟ هيبقى عندك لويالتي بروجرام مثلا يبقى حافز للكاستمر؟ لو مش هيبقى عندك يو لوست يور ادفانتج، لو هيبقى عندك يو كان يوز ات. حاجات تانية زي مثلا هل انت الشوبينج ري اوكيرنج قوي بنظام الشوبينج ليستس او قوائم التسوق؟ هل انت مثلا بتخش تجيب الجروسري من عندي كل اسبوع هي فالاب هيبقى احسن واعمل لك فيفورتس واعمل لك اوردر اجين ليست واعمل لك الكلام ده كله؟ طب السؤال التاني، بحتاج اوصل لك ازاي؟ هل انا محتاج ابقى في جيبك؟ هتقول لي طب ما الويب سايت بيتفتح من على الموبايل. بس الويب سايت مش مفتوح على الموبايل عندك 24/7، الاب عندك 24/7. صح. هبعت لك بي انز، اوكي، هعمل لك تيلرد ادفرتايزمنت. أيوة. انت هتخش على الاب هتشوف يميش رمضان، هادي هيخش على الاب هيشوف الحلويات. هي دي الفكره. كل ما هتعرف تبني الاب حوالين كونسبت او مبدا ناجح، كل ما هيبقى مفيد ليك. هتعمل اب عشان يبقى عندك اب، ويلكم تو ذا كلوب. اخر سؤال خلينا اساله لك يا هادي، لو في اي اي كوميرس مانجر ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي اتمنى ان شاء الله، قول لي ايه اكتر حاجه ممكن يتجنب ان هو يقع فيها؟ ده ممكن يكون احلى سؤال عامه. انا شايف انه اكبر، او من وجهه نظري برضو عشان انا اجن هي دي ده بيزد على خبرتي يعني. انا من وجهه نظري اكتر ممكن يكون مغالطه الناس بتقع فيها، انه بيخلط ما بين او بيتلخبط في ديفينيشن او تعريف البرودكت اللي انت بتقدمه كاي كوميرس مانجر. انت بتقدم انترنت شوبينج اكسبيرينس، انت مش بتبيع جزم ولا بتبيع هدوم ولا بتبيع موبايلات ولا بتبيع لابتوبات ولا بتبيع اكل، انت بتبيع شوبينج اكسبيرينس. حتى بتشوف في الكوربريتس اون كوربريت ليفل التيم اللي مسؤول عن الاب بيبقى اسمه تيم الايه؟ برودكت. هي دي الفكره. ما بقولش ان انت هتسيب البرودكتس وما تعملش اي حاجه كوميرشال وتركز على دي بس هو ده اللي بيميز. ما احنا لسه كنا بنقول كله بقى عنده بي ام بي ال، كله بقى عنده بروموشنز وفلاش سيلز وبتاع، بس لما الكاستمر يجي او العميل يجي يحس انه خلي بالك العملاء بتفضل الكونفينينس عن الاكسايتمنت اني تايم. يعني انت ممكن يبقى الابلكيشن بتاعك بيزك قوي، بس الكاستمر حس ان الشوبينج اكسبيرينس كانت بلسم عليه. دخلت لقيت اللي انا عايزه وعملت تشيك اوت، حبيت ادفع، قالوا لي عايز تدفع باي طريقه، خش ادفع باي طريقه، الدنيا تمام. people will choose convenience over excitement every time. الاكسايتمنت بتقعد وقت قليل. هايل جدا. ركز ان الشوبينج اكسبيرينس اوفر تبقى حلوه، الكاستمر يبقى مبسوط بكل حاجه. عنده مشكله اتس اوكي انك تقول اكسترا مايل انك تحلها له. كل ده هيصب في النفع العام بتاع الاورجنايزيشن، بس عندك انت بالذات، لان انت بتميز الاكسبيرينس بتاعت الاونلاين شوبينج في عين الكاستمر عن الاوفلاين. انت كنت قاعد في البيت فتحت الموبايل كل حاجه اتعملت لك من ايدك اليمين لايدك الشمال، اطلب تلاقي. هايل جدا. انا شاكر ليك جدا يا هادي، وشاكر لوقتك وشاكر للحماسه اللي انت بتتكلم بيها الحقيقه، ومبسوط جدا انا ان طبعا انت يعني اتشرفت جدا بالاستضافه الجميله دي، وميرسي قوي على الاوبورتيونيتي ان الواحد يقدر يفويس هيز ثوتس اند يشير هيز اكسبيرينس والناس. واتمنى ان شاء الله ان يعني بودكاست من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي وقبول الدعوه. ميرسي يا هادي، شكرا ليك. شكرا ليكم. ودي كانت نهايه حلقه ايكوم فويس بودكاست، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده. انا محمود الجمل، وده بودكاست ايكوم فويس. لو الحلقه دي لمست عندك نقطه مهمه او وضحت لك تجربه مختلفه في السوق، يا ريت تشاركها مع غيرك. واستني رايكم في الكومنتات. ولو في شخصيه او تجربه اونلاين ناجحه في السوق حابين نستضيفها ونعرف كواليسها، شاركونا اقتراحاتكم للحلقات الجايه. اشوفكم قريب في حلقه جديده من ايكوم فويس، تجارب حقيقيه من عالم الايكوم.